طبعا أعزائي المشاهدين، أنا قصدت هذا السوق حتى أدور على حلاوة مشهورة جدا بالحلة وكل العالم تفتقدها لأن بلشت أصلا هي تنقرض من السوق اللي هي اسمها أبو العسل. لكن دزوني على شخص قالوا لي هذا الشخص هو راح تلاقين عندنا، هو البقى الوحيد يمكن تقريبا يسويه. تعالوا وياي خلينا نتعرف عليه بما أنه احنا وصلنا له. السلام عليكم، شلونك عيني؟ شلون صحتك؟ الله أنا دزوني عليك قالوا انت تقريبا الوحيد اللي انا بالسوق اللي يسوي الحلاوه اللي انا قاعد ادور عليها. يا ابو العسل. ابو العسل عليك. ابو العسل تعرفه؟ يعرف ليش راح تسوي لي اياها، تقدر تسوي لي؟ اقدر اسوي طريقه العمل موجوده عندنا هنا. يعني انت تشتغلها اصلا انت؟ اشتغلها. حلو. وين تشتغلها هنا؟ لا والله بالمحل الثاني مالتي. زين نقدر نتوجه للمحل؟ يلا نتوجه للمحل. اهلا بكم. تعالوا ويانا. الله يخليك. اسم حضرتك اول شيء حتى اعرف احكي وياك. شو اسمك؟ سيف المرزوق. سيف يا ستة شنو كنت تسوي؟ يعني زين انا جيتك بوقت حلو. وقت حلو. زين هاي شنو؟ هاي احنا بالنسبه لنا يعني متعارف عليها، يعني اكله قديمه يعني من زمان، تعرفين قبل لا استيراد يعني لا تصدير لها يعني، فالعالم يعني كانت على بساطتها تسويها. تسويها حلو. اي فاكو ناس يجون يسالون عليها، يعني بقيت انا الوحيد اشتغلها، تفتهميني لو لا؟ يعني نعيد بها امجادنا ماضينا، صح لو غلط، تذكرنا بشيء حلو يعني. تمام. بالنسبه لنا يعني الطحين لازم له ياخذ حراره، يعني يشرب الشمس. لازم يكون ماخذ حراره على مود الشيره تجمد به. ها حتى رسني جميل. انا ما اعرف شنو هاي الحلاوه، بس انا هوايه يعني من طبيت للحله الى الان كلها تقول لي عمرك خساره ما تاكلين ابو العسل، عمرك خساره ما تاكلين ابو العسل. فانا هو اريد اعرف اليوم تراويني شلون راح اسويها، وراها بالنهايه اريد اذوق ايش طيبه ولا لا. هو الطحين الفرشه بالطاوله لو بصينيه. اي وبعدين نطبعه. والشيره طبعا مقدار. الشيره مقدار، يعني الكيلو الشكر نحط له قراص مي. زين انت مجهزه للشيره؟ مجهزه للشيره، مجهز كل شيء. هذه هذه الشيره. شنو مكونات؟ شيره عاديه اللي احنا شيره عاديه؟ لا مو شيره عاديه، شيره قوام صحي، تفتهميني لو لا؟ لا ما فهمت. بما انه قلت تفتهميني لو لا ما فهمت. بالنسبه للشيره، الشيره مقدار. زين. الكيلو الشكر نعايره الكيلو نحط له قلاص مي على مود يجمد، اذا اقل ما يجمد واذا كثر هم ما يجمد، يعني يصير قوي، تفتهمين لو لا؟ كيلو شكر نحط له على مود يصير بيه مي من جوا. هو ليش ابو العسل بيه مي من جوا يصير؟ بيه مي. انا عبالي انه ابو العسل لانه هو بيه عسل. هسه راح اراويكم طريقه العمل. اي والله يا ريت. بالبدايه نبدا نطبقه احنا، نفرش الطحين بالمسطره. زين. انت اصلا جيت لقيتك مسوي ظاهر تريد تتوكل وتبيع او هيك شيء مو؟ اي ان شاء الله ان شاء الله الله بس هسه نطبق يعني، فاهميني؟ اي اشكال هن مثلا بعير او مثلا حرف اي، حرف تي، احرف. زين هاي مثلا سياره انتم مسويها حرف اس تشتريها لو شنو؟ هاي نسويها من نجار. احنا نحددها. هاي من يعني عفوا قبل ما تبلش، يعني هي خشبه مثل هذا قلب الحب مثلا. هاي خشبه وبيها بسمار حتى يعني يسوي. بس والله حلوه. هذا عمينه. اي هاي شوفي حلو. هذني الاحرف، ذني الاحرف. شوف هذا حرف، هذا حرف، هذا حرف. يعني بس مجرد انا عندي اشكاله هواي، يعني هواي، بس ما نطلع فدلني. حلو. زين يلا نبلش. بعد خلينا نطبق، خلينا نشوف الاشكال شلون راح تطلع. اكثر من شكل مو راح تسوي؟ اكثر من شكل. هاي بصوره مستقيمه. ايه. اول طبعه واحده نسويها سراوين احنا، حتى يعني تطلع اكثر اشكال منوعه. ايه بس بالالوان هذا شو اسوي، بالالوان مثل احط اخضر واحد احمر كجماليه. اكثر شيء الاطفال يجون ياخذون شوي، يحبون على الجماليه يعني. وهم حلوه يعني دا حلوه لحد الان حتى المواد المستخدمه بها رخيصه. اي رخيصه. هذا حرف تي. هو كل قالب نسوي منه كل قالب سراوين. اي حسب يعني. هاي يجوز واحد يقول لك انا بدي اسوي الصينيه كلها مثل هذا كنغر. شوفوا خلينا نشوف بقى شلون راح يطلع. شيء ممتع جميل يعني حتى بالبيت واحد يقدر يسويها. حتى بالبيت يقدر يسوي يعني. هو كان قبل يعني اغلب النساء يسوونها بالبيت. زين ليش قاعد اختفى؟ ليش ما بقى؟ بحيث انا من دخلت الحل حد انا يقولوا لي ما هو شيء من يعني سقط النظام وهاي، فصار استيراد وتصدير. يعني حلويات هواي جت السوري مثلا، السوري الايراني طبت اشكال والوان، فهاي الاكله يعني انهملت، تفتهميني لو لا؟ صحيح. اي فاحنا بقينا يعني على مود التراث القديم نشتغلها، وتجي ناس تسال عليه، امرار جهال يجون بالصوان ياخذون يعني فيبيعون في المناطق الجامعين عندنا، او مناطق مثل المهديه، جبران، مناطق شعبيه يعني بقت الناس بعدها مناسي. هاي امرار حتى بالباب يبيعون، يعني يطلعون بالباب يحطون. حلو مو غلط، ليش بالعكس يعني هذا الشيء بقينا بالذاكره يبقى. بعد شنو عندك؟ هذا قلب الحب. هذا اي قلب الحب. يلا قلب خلي الحب.
قلب هذا الحب دائما نسوي بلون احمر، احنا شويه الجهال يحبوه. يعني قلب تمام. الحب طبعا اكيد. انا دا انتظر ادش بشلون بعدين راح تصير، لان انا عمري ما شايفتها صراحه ولا يعني متذوقتها. تاخذ تقريبا ساعتين، ساعه ونص الا تجمع. مو مشكله. هذا حرف ها؟ عبك ما انتظرك. منتظرينك. هذا حرف أي. بس حلو حتى السهوله، انت يعني بيها خشبه اي راسا. اي شويه متمارسين عليها مثل ما تعرفين، شويه الايد تاخذ شمره. طبعا اكيد تختلف عما واحد مثلا هو اللي يسويها وبعدين يختار ايش بقى لك. هاي مثلثه. حلو. زين هسه هاي تطبعت صح؟ أيه. سميتها تطبيع، بعدها شو تسوي؟ الشيره ناخذ كميه قليله، مثلا شفشير واحد نديره هنا، نديره كل لون بعدين نديره. يلا نبلش. معناته تاخذ شوي جزء من الشيره مو؟ اصباغ انما لكن يعني موجودات في السوق، صبغ خضار. هو معامل مال موطه تستخدم من هنا، عندنا بحي صناعي. فانتوا عم تجيبون من عنده حتى تشتغلون. هذا اللون الوردي. ايه يعني هسه هو راس الخبط. خبط لون وردي هذا، شوفي لون وردي. بسم الله. كل من شوف نترسه لون ورده، هذا ترسه كله. هاي طريقة العمل. هو يجمد واحد يعني نتركه فترة من الزمن يجمد. الالوان انا اختارها شوي اهتم بيها. تهميني لا حتى تجذب الطفل دائما يباوع على هاي الالوان. انا احب اسوي البنفسجي ما موجود، فدخبط لو انا يصير بنفسجي. بتخبط. يلا خلينا نشوف والله شلون. هسه راح اسوي يعني مو موجود جاهز. ما موجود جاهز، اكو الوان انا اخبطها اطلعها مثلا جوزي بنفسجي. طبعا اعزائي المشاهدين مثل ما تشوفوا راح عوف سيف يكمل الصينيه، لان قال هاي راد لها اقل شيء ساعه حتى تبرد، وراح نرجع حتى اشوف طعامها شلونه. احنا ما راح نوقف، راح نعوف سيف لمده ساعه يبرد لنا اياها ويكملها، بينما احنا نروح نشوف المحلات الثانيه والمواد الموجوده بهذا السوق ونرجع لكم. المشاهدين رغم كل فرطنا بهذا السوق لانه لفت نظرنا انه هاي المهنه صار فتره قليل ما نشوفها، اللي هي مهنه الحداده اللي تتبع بعد الحداده اللي هي الخشب اللي لزم بها الامم. خلونا نتعرف على السيد هنا ويانا ويحكي لنا شوي على هاي المهنه ويسولف لنا شلون دا يسوي اصلا قبل ما نجي احنا ونقطعه. شلونك عيني؟ اهلا ومرحبا يا اهلا بقناه العراقيه ونتشرف بها. يا اهلا ممنونه يا هلا وكثير الهلا. هاي المهنه نعم صار لك ايش قد بيها؟ والله صار لي حوالي 35 سنه. 35 سنه بهاي المهنه؟ نعم 35 سنه 40 سنه
شغله خناجير وسيوف وشغله تعمير. يعني اللي عنده سيف نعمر الهيال، اللي عنده قامه نعمر الهيال. شغله تراثيه وقديمه من اب وجد. زين. وانا كنت اشتغل صانع عند استاذ اسمه سيد جبار بسوق الحداحده. زين. وشغله قولته من اب وجد، هم يشتغلون من اب وجد واحنا صناع اشتغلنا عندهم وتعلمنا هاي الشغله، هاي المهنه. بس انا اقول لك مو ذاك القد عليها طلب. ليش؟ مع العلم انه هاي كانت يعني قديما عليها طلب. كانت عليها طلب ما يخالف، بس كثر هذا الشيء الصيني والايراني والوضعيه غير، صارت غير شكل. ونوبات يجون جماعه مثلا يقول لك هاي شنو شغله قتاله، مو مثل هي البندقيه كتاله والسكينه هم كتاله، الباذوره كتاله. السيف شغله تراثيه، واحد اللي عنده السيف يريد يعمره احنا نسوي له يده وقراب ونعمره. يعني انسان تشتغل به. نعم. هذا تعمير لو جديد؟ جديد، هذا جديد. زين. الحديد انت تسويه يعني نعم. لو الحديد اشتريه واسوي له يده وقراب واوجهه شغله تصير تراثيه قديمه. تمام. يعني انت حتى الحديد تسوي مو بس اليد. نعم. الخشب. بلي انا الحديد ادقه اجيبه واشتريه واقصه وافصله واوجهه واسويه هالترتيب يطلع سيف كامل. الخشب اشتريه والحديد اشتريه وحتى جلد اشتري واوجه الشغله شغله بحذافيرها يعني. زين. هم تستخدم نقشات، يعني مثلا هذا راح ورا ما تكمله ينعافيك، لو مثلا تستخدم له نقشات صبغه اسود. هات صبغه اسود هو والقراب. والشغله تصير موجه. اكو اسامي هواي وانواع للسيوف. شنو السيف؟ اكو سيف عربي جوهر، واكو سيف مكتوب عليه يا قاضي الحاجات، واكو سيف كنتيانه فنر. زين. جدات قرين وقديمات ومن اب وجد، يعني حوالي فوق ال 400 500 سنه. كل هذني هاي انواع. انواع السيوف يعني وتحفيات يعني باش ما يشتريهن ما يخسر. ما يخسر. بطلتوا تصنعون ذني هاي الاسعار غاليه اللي بحيث واحد من يبيعها ويشتري ما يخسر. مو هنا يستخدمون هنا. مو هنا ذني العاديات. العادي الشيء الرخيص اللي يعني الماشي. زين. الخشب اكو نوع معين تستخدمه؟ جاوي. هذا الجاوي. جاوي. ليش مو غير نوع مثلا؟ نوع قرن. هذا القرن انا اجيب لك هذا. جيبي. هذا القرن مال جاموس، هذا ينقاص وينجر ويندق بالقالب يصير عدل شلون المسطره. هذا يعني القرن. مو بس خشب تستخدمون. هذا قرن جاموس هم قرن مال جاموس. هذا قرن مال جاموس. شوفي وين يا شوفي يعني كأنه خشبة. هذا يصير أغلى من الخشب؟ طبعاً. هذا شغلته دقيقة وأذيته أزيد من اللازم. تسوين الحاجة ب100 تخلين 200 على نفسه. لأن دخان وتراب وأذية. هاي مال الجاموس. هذا انتم تفضلون الخشب للرخص وللسهولة بالشغل. بالضبط. طبعاً خلونا نفوت. السلام عليكم. شلونك عمي؟ تقدر تطلع لنا شوي راح اعطلك؟ شلونك يابا؟ شلون صحتك؟ خلينا نطلع شوي هنا على مود الضوء. شلونك عيني؟ اعطلك عن شغلك؟ بدول عينك. اكو شغلات شفتها جذبت نظري، شنو هي ما اعرف، انت شنو اختصاص؟ خشب لو شنو؟ احنا شراخ. شراخ. هل من صار هو المساعة هذا الاسم؟ لا هو شراخة خشب مو حديد يعني. خشب مو حديده. نشتغل العود شيء العصا اللي ما شايب او حجله او مغزل موجود. هاي الحجله اللي انا قالوا لي عليها بس عمري ما شايفتها. ليش هاي موجوده؟ يعني هو شفتها هنا يمك. هاي ليش هاي ماكو واحد احد قام يستخدمها قليل؟ لا رجعوا يستخدموها من جديد. رجعوا رجعوا من جديد. لانه ذيك الدائريه تخلي الطفل يوقف على اصابعه ما يمشي على وجهه. صحيح. فرجعوا يتغيروا مثل الاطباء قالوا ترجعون تشتغلون من جديد. فلهذا انتم رجعتوا. غير الاختصاصات غير العوجيه والحجه مال اطفال الخشب، شنو بعد؟ يده فاس عندك هاي يده فاس. او يده مال شاكوش نفس. يده مال هاي يعني حسب انتم تختاروا. مال الكريشن. انتم تشتغلون والقوائم بس تشوفها يعني ناعم كله. شنو الخشب اللي تستخدمه؟ الخشب هذا مال الراريج هذا. خشب الراريج يعني موجود عراقي يعني مو استيراد يعني. كله انتم يعني هذا شغلكم كله محلي. محلي مو اثر بيكم طبعا الاستيراد طبعا اثر بالسوق كل السوق اثر بيه. كل السوق اثر بيه. يعني انا بدايه الحلقه ما قدمت قلت انه هذا سوق
اثري قديم فوق الاثر. قبل كان رجال كبير هنا قال المفروض انا اجي من الضايق اجي للسوق ارتاح وارجع، وانما تغيرت عالم السوق كله. تغيرت كلها، اختلفت حتى تشوف العالم، حتى اللي بالعالم بالسوق اختلفوا صح؟ اي كل الناس تغيرت، يعني معيشتهم تغيرت. انا عندي اثنين سادس علم وكليه، ما ايش اصرف عليه؟ مضطر وضعية السوق لازم، هاي وضعية السوق كلش تعبانه. زين ما حاولتوا انه تطلبون مثلا امور اي هاي؟ هذا المغزل وهذا المبرم. هذا هذا المغزل يغزلون به ليف، كانوا بينما سابقا يغزلون به صوف. زين صوف بعد ما حد يغزل صوف، شنو كل الاستيراد هو على الكل. هذا ولد اقول لك انه اثر. اي بينما هسه يشتغلون بس الليف، هاي اللي مال الحمام يستخدمون الحمام. يستخدمونه بالصغيرات. اي بس هذا كبيره. هو هذا مغزل يغزلون لان هو يجي شعر. اي شلون شعر الراس؟ تمام. يبرموه وبعدين يرجعون بهذا يبرموه مره ثانيه مرحلتين. مرحلتين، يعني هاي لانه مرحله اولى مرحله ثانيه صار كبير وواحد صغير. اي واحد اكو مثل سناره مال الليف، نفس السناره يحوك بيها مال الخشب. عندك منها مال الخشب اشوفه. هاي خلي يد نشوف السناره مال الخشب. هاي سناره مال الخشب يحوك بيها نفسيته، يتحوك بيها نفس السناره مال كلها محلي. لكن مين تحكي عليه مال البلوز؟ اي لا هذا سناره نفسه سناره، شلون سناره مال الصيد بالضبط. اي. يعني والله شغلات حلوه عندنا محليه، مع العلم انه اكثر عندنا تستخدم استيراد. الدوله ما عانت عليه، لان الدوله استحقتها كلها. الاستيراد كله استحق. اي ومع الاسف على العالم كله، على العراق كله. زين الطلب عليه ناس شلونه يعني كطلب؟ هي طلب محلي. الناس استهلاكها شنو تستهلكه؟ وهذا النسوان تشتغله مو زلم. اي نسوان يعني تشتغل ببيوتهم يعني مو بالبيوت صح. فيعني يجوا لنا اكثر شيء زلم يشترون من عندك للنسوان. النسوان تشتغلها بالبيت، يعني مو المغزل النسوان تشتغلها بالبيت. تمام. الرجال شو يسوي الرجال؟ لا هو اكيد المغزل انا طلعت حلقه من الحلقات يعني النسوان يشتغلون. زين بعد شنو اللي يميزك عن باقي؟ اكيد اكو غيرك يشتغل خشب، بس شنو اللي يميزك انت عن باقي؟ هو يميزنا هذا الشغل، هذا الوحيد ما حد يشتغله بالسوق. ها بالسوق كله انت الوحيد تشتغل هاي الامور. تركت ما حد يشتغل، ما حد يسال عليه. صحيح. فقط بس هذه يعني. زين شنو الادوات اللي تستخدمها حتى تصنع هاي الامور؟ الخشب هذا الخشب اللي عليه مال رارد. كله مال رارد. مو كله. ها مو كله. اكو جاوي اكو مال صاج، حسب النوعيه احنا نشتغلها. حسب النوعيه لو حسب مثلا الماده يعني. اي ماده قويه. شنو هذا من الرارد. هاي الشبعيه هاي ما تستخدم كسناره مال الليف. تختلف. هي نوعيه الخشب، هاي مال صفصاف، هاي مال فاس، ما تستخدم مال. مال فاس. اي